تحياتي، شو الأخبار؟ اليوم طبختنا مندي، عمل أن يكون مندي على طريقتي أنا. هلا أنا عندي هون فروجين حجم صغير معنا وسط أصلا بعض. هلا أول شي زيت زيتون شوي معلقة واحدة يعني مو كتير، هاي لتتبيلة الفروج. وبدي شوية توم معلقة صغيرة يعني معلقة صغيرة بس مفرومين يعني ناعم. المكون الأساسي اللي كتير بحبه أنا صرتوا حافظين يمكن جوزة الطيب، بدي أبرش شوية جوزة الطيب فوقها. هيل ناعم، وهلا بدي كمان أنا عاصرة هون ليمونتين، بدي وحدة للدقوس الصوص اللي بناكله جنب المندي، وشوي بدي اياهم لتتبيلة الدجاج. وكمان فيكم تحطوا شوية زنجبيل ناعم، زنجبيل بودرة او زنجبيل فريش كمان برشوا شوي. وهلا في هذا اسمه صفار الزعفران، هذا انا جايبته معي من سوريا، وفيكم تحطوا عصفور مشان اللون. هلا انتم اللي بيريحكم، فيكم هلا تحطوها مع الخلطة وتتبلوا الفروج فيها، او بعد ما بيستوي عندكم الفروج بتكشفوا عنه وبعدين بتدهنوا بتحطوها مع شوية مي، بندهن الفروج فيها مشان يعطي اللون كتير حلو على لانه بدنا نحطه فوق المندي. هلا هون انا عندي الصينيه اللي بدي احط فيها الدجاج. حطيت اول شي من تحت ورقه زبده، ورقه سلوفان، ومن قلبها كمان ورقه زبده. هلا رح احط الدجاج جواته وبعدين بدي تبله مشان لانه بده نقع. هلا انتم فيكم تنقوا اقل، يعني بدي اقل شي ساعتين. اذا عندكم وقت يعني 4-5 قبل بيوم، 4-5 ساعات او قبل بيوم فيكم تعملوا. هلا انا هون سقطت الفروش كلياته بعود الخشب. هلا رح احط الخليط اللي عملته، التتبيله اللي عملتها رح ادهنهم فيها كلها. وهلا بورجيكم كيف رح احط ورق الزبده وبالسلوفاني بحيث انه كلياته يتغطى معنا، بس مو كتير هلا تضغطوا عليه لانه انا قبل ما ادخله الفرن بدي شيل العيدان. هلا مشان ما تنشق معكم ورقه السلوفان خلوه يتنقع شي 4-5 ساعات او نهار كامل، او اقل شي ساعتين. هي اقل شي بصراحه مشان تاخذوا. هلا تعالوا نعمل الدقوس مع بعض وعلى طريقتي كمان. هلا اول شي بدنا نجيب خلاط. انا هون مقطعه حبتين بندوره، حبه كبيره وحبه صغيره، بدي احطهم فوق الخلاط. وانا عندي هون بصله كمان وحده مقطعتها 4 قطع كمان بدي احطها فوقها. هلا هي الوصفه بدها فليفله خضراء، بس انا كمان عندي فليفله ملونه رح احطها جواتها لانه كمان بتعطي طعمه طيبه. وهون كمان عندي توم، رح احط 1 2 3 شي 5 حبات توم رح احط فيها. وهون الليمونه اللي قلت لكم بدي احطها، وشويه كاتشب يعني معلقه كبيره، ومعلقه صغيره خل. وهون بدي البهارات اللي بدي احطها، رح احط شويه زنجبيل لانه طعمته كتير، ريحته كتير قويه، فاكيد طعمه كتير قوي، لهيك انا ما رح كتر. كمان هون بدي احط شويه دبس بندوره كمان معلقه صغيره، كمان لا تكتروا. وبدي احط شويه دبس فليفله، ورح احط شويه دبس فليفله. دبس الفليفله اللي عندي هذا حلو ما نحط. وبدي احط كمان شويه ملح، قدر نص معلقه صغيره بدي احط. هلا اضربوهم بالخلاط وحطوهم بالبراد لحتى تستوي عنا الطبخه. هلا رح فضي الخليط قدامكم، شوفوا كيف بيطلع القوام تبعه.
على فكرة ريحته كتير 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 طيبة. هلا انا رح غلفه وحطه بالبراد لحتى تستوي عندي الطبخة. هيك غلفته، رح احطه هلا بالبراد. وهلا انا نقعت 4 كاسات من هاي الكاسة رز. ما نقعت، هسه فضيتهم بالشوط. هلا رح نقعهم بمي سخنة لمدة نص ساعة، وبعدين بعطيكم شو بدي احط لقلب الرز. وهلا بقولكم شو بدي احط بقلب الرز. هلا انا حطيت هون مكعبين ماجي بقلب الطنجرة. رح احط شوية زيت نباتي، ما بدي اطبخها بالسمنة بصراحة. ورح احط بدها بصلة مفرومة ناعم، ورح احط هيل وغار، هيل وغار وقرفة. بدي احط شوي صغيرة، هورجيكم هاي القدر يعني. وبدي ارش شوية جوزة الطيب. واذا بتحبوا نحط كبش قرنفل بس عود، حبة او تنتين بس، او فيكن تطحنوهم. هاي هي المكونات الرز اللي انا بدي اياها. وبدنا شوية ملح بس، مو اكتر من هيك. وهذا 200 من فوق ومن تحت. رح غلفه كتير كتير منيح. بهاي الطريقة. وقبل ما تبلشوا انتو جيبوا فحمة، عشان اذا ما حدا عنده، اهم شي تجيبوا الفحمة عشان ندخن الدجاج والرز مع بعض. شغل الفرن على درجة حرارة 200 من تحت ومن فوق. هلا انا هون حطيت البصلة مثل ما قلت لكم البهارات. حطيت مكعبين ماجي وغار وورق قرفة وشوية جوز الطيب فيكم بس، يعني هي ما بده اكتر من هيك. هلا بدي استنى البصلة لحتى تذوب، مو لحتى تحمر، وبس تذوب رح نزل فوق الرز. وهيل كمان حطيت. ذابت عندي البصلة، رح نزل الرز فوقها. هلا رح اقلبهم مع بعض. هلا انا هون عندي فضيت 4 كاسات ونص مي من نفس الكاسة اللي نقعت فيها الرز. يعني استهلكت معي 4 كاسات ونص. هلا بس تغلي عندي المي بوطي الغاز على الاخير وبغطي الطنجرة. هلا الرز صار عندي جاهز. رح احط عليه، انا عملت هذا صفار الزعفران وعملت شوية عصفر. رح رش لهم وارجع حركم عشان يطلع عندي كذا لون يعني. هلا رح احركهم مع بعض وطفي الغاز. هلا بس يستوي عندي الفروج على الاخر رح احطهم فوقهم وشعل فحمة ودخنهم. شو هالريحة، الريحة بتشهي على فكرة. هلا شوف الفروج عندي هون ما استوى على الاخر. رح كشفه، يعني استوى بس مو يعني اسا بس بده التحميرة تبعه. هلا رح ادهن وشه انا بصفار الزعفران. وهاي المنظر النهائي عندي. هلا رح احط عليهم الفحمة، بحطها بهاي الشكل بالنص.
بحط عليها نقطة زيت، غطي الطنجرة على السريع واتركوها لحتى تروح الدخنة كلياتها منها. وصحتين وهنا. وإذا عجبكم الفيديو فوتوا على اليوتيوب واشتركوا لي بالقناة وفعلوا الجرس، وأهلا وسهلا فيكم بكرة بفيديو جديد. نلتقي غدا.